ما ينفعش يا جماعة لما اسناني توجعني اروح لدكتور قلب، لاني ساعتها مش هاخد العلاج المظبوط. نفس الكلام الناس بتعمله، الناس مدمني الاباحية والعادة السرية بيعملوه، يقولك الجواز هو العلاج، الجواز هو اللي هيعالجني. بيروح ياخد الجواز ان هو العلاج المناسب لادمان الاباحية والعادة السرية والكلام ده كله. ده غلط، ده غلط طبعا. لان دايما بنقول الجواز عامل مساعد، يعني لو انا مدمن اباحية انا لازم اتعالج الاول وبعدين اروح اتجوز. ساعتها الجواز هيساعدني ان انا اثبت على العلاج، هيساعدني على العفة، هيساعد في علاجي. لكن الجواز لوحده علاج لادمان الاباحية والعادة والكلام ده لا طبعا. المختصين يقولك ان الدماغ هي العضو الجنسي الاساسي. دماغك دي هي اللي فيها غرفة العمليات. يعني ايه؟ يعني دماغك اتعودت، لو انت مدمن اباحية دماغك اتعودت على حاجات خارقة بتشوفها في الافلام الاباحية، مؤثرات صوتية، اجسام متناسقة، مونتاج احترافي، متعة، اثارة، تشويق، تنوع. وفوق كل ده والاهم من ده كله كمية هرمون دوبامين بتفرز اثناء مشاهدة الاباحية عالية جدا، تديك سعادة عالية جدا 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 جدا، اقعد اقول جدا لبكرة. يجي دماغك بعد انت ما تتجوز انسانة عادية محترمة بنت ناس وتقيم معاها علاقة خاصة عادية، تيجي دماغك تقولك ايه؟ فين الافلام والمتعة والاثارة والتشويق؟ ايه ده مراتك دي؟ وايه العلاقة العادية دي؟ انا كنت متعود على كمية هرمون سعادة عالية جدا. فين الكلام ده دلوقتي؟ مش هتلاقيه في الجواز. حتى لو مراتك كويسة وبتشبعك بس انت مش حاسس بيها لانك اتعودت على حاجات تانية خالص، فدماغك تقولك فين الحاجات العالية دي؟ ايه اللي انت بتجوزتها دي؟ ايه العلاقة دي؟ انا عايز اللي انا كنت متعود عليه. عارف بيشبهوها بايه؟ بواحد شرب برطمان عسل. العسل انتوا عارفين بيبقى مليان سكر. جيت بعد ما هو شرب العسل اديته تفاحية، قلت له خد كل التفاحية دي، فالتفاحية بعد العسل ده سكر عالي قوي وده سكر عادي. فيقول لي ايه؟ لا التفاحية ملهاش طعم، مع ان التفاحية حلوة ومسكرة، بس هو علشان ده العسل العالي قوي فبالنسبة له التفاحية دي ما فيهاش اي سكر. اخد سكر عالي قوي فبالنسبة له التفاحية دي مش حلوة خالص. فنفس الكلام، يا مراتي كويسة وبتشباني وكل حاجة بس انا اتعودت على حاجات عالية قوي مش لاقيها معاها في العلاقة العادية. فتبتدي ايه اللي يحصل؟ تبتدي بعد العلاقة العادية تلجأ ان انت ترجع تاني للافلام الاباحية. تخلص العلاقة مع مراتك تجري على تشوف فيلم اباحي. طب ليه يا عم بتعمل كده ما انت متجوز؟ تقول اصل انا ما اتبسطتش، اصل انا مش لاقي السعادة اللي انا كنت متعود عليها، دماغي مش مبسوطة، انا عايز دوبامين عالي قوي زي اللي كان في الافلام الاباحية. فتبدأ ان انت ترجع تاني للاباحية، ويبقى كده الجواز ما ساعدش على علاج الاباحية، ما ساعدش على علاج الادمان والعادة السرية. عشان كده المختصين قالك ان لو الجوازة ما انتهتش بالطلاق بسبب الاباحية يبقى ربنا بيحبك، لان نسبة فشل الجوازات عند مدمني الاباحية بتبقى عالية جدا يا جماعة. فخلي بالكم، مش بس كده، الإباحية مشكلتها إنها بتقتل حاجة مهمة جدا إنها تكون موجودة بين الأزواج، هي الرضا. الإباحية بتقتل الرضا بينك وبين مراتك. انت بتبدأ شايف مراتك أقل جمال، أقل جاذبية، أقل أداء جنسي، أقل كل حاجة. حتى لو الست كويسة وعاملة لك كل حاجة بس أنا مش شايفك، أنا اتعودت على حاجات عالية قوي، فأنت بالنسبة لي أقل في كل حاجة. ولو عندك مشكلة في العلاقة الخاصة بينك وبين مراتك تبدأ تهمل علاجها، تبدأ تجري على الإباحية، تشبع نفسك بنفسك ومش مهم أعالج المشكلة اللي في العلاقة بيني وبين مراتي، وبالتالي تبدأ تقلل في العلاقة، وبالتالي تبدأ تأثر في حق مراتك، وده يبقى حرام عليك. علشان كده حتى قالوا ان من اكتر اخطار العادة السرية انها بتخلي الشباب ما يجريش على الجواز، يعني ينفر من الجواز، مش مقبل عليه قوي، يعني لان هو بيشبع نفسه، ولو اتجوز وهو بيشوف افلام مش هيبقى راضي، مش هيبقى مبسوط، يبدأ يجيلك اكتئاب، تبدأ تعيش في عزلة. لان العادة السرية اصلا والاباحية هم معناهم بيساووا عزلة. اكتر الناس دي بتبقى معزولة، فيبدأ اكتئب واحس ان انا معزول وعازل نفسي. تبدأ مراتي لو اخدت بالها تبقى كارثة، لان اصلا الست اللي لما
بتعرف ان جوزها بيشوف افلام وعاده والكلام ده، ده بالنسبه للستات خيانه. ان انا مش ماليه عينك، يعني كانها شافتك مع واحده تانية. انا مش ماليه عينك، انا ولا حاجه، انا مش عارفه اساعدك. فالموضوع بيعمل مشاكل كبيره قوي. تبدا في رجاله بيروح لمراته اللي هو لسه متجوز بنت ناس محترمه، يطلب منها حاجات حرام لانه شافها في الافلام الاباحيه، فيقول لها انا عايزك تعملي لي ده. وطبعا هي كبنت ناس ومحترمه، لا انا مش هعمل حاجه حرام، فيبدا يحصل مشاكل. طب الراجل يقول لك اصل انا كنت شايف ان الحاجه دي ممتعه قوي في الافلام. يا فندم، ما احنا قلنا ان ده تمثيل، الناس دي بتمثل حتى المتعه. هم بيبقوا حاسين بألم وبياخدوا مخدرات عشان يستحملوا الألم، والمتعه دي بيمثلوها، دي مش حقيقه. خلي بالكوا بالله عليكوا، الجواز مش علاج للإباحية. أنا بروح أتعافى الأول، مش علاج لإدمان الإباحية. أنا بروح أتعافى الأول وبعدين أخد قرار الجواز. بلاش نلجأ للعلاج لما الدنيا تبوظ، لما اترفد من شغلي ولما مراتي تطلب الطلاق ساعتها أفتكر العلاج. لا، الجأ للعلاج قبل حياتك ما تتدمر. فخلي بالكم.